شركة صينية لمكونات البطاريات تستثمر 1. وقعت وزارة الاستثمار المغربية ومجموعة BTR نيو ماتيريال الصينية المنتجة لمكونات بطاريات السيارات الكهربائية مذكرة تفاهم لاستثمار 13 مليار درهم 2 مليار دولار في وحدة إنتاج في المغرب. حسب المعلومات التي كشفت عنها وزارة الاستثمار المغربية، سيسهم هذا الاستثمار في توفير 3000 وظيفة بشكل مباشر و10,000 وظيفة بشكل غير مباشر من خلال وحدة إنتاج سيتم إنشاؤها في المملكة. تزويد مجموعة تسلا. قال صديقي في تصريح صحفي إنها الشركة الصينية تعتبر رائدة عالميا في إنتاج الأنود والكاثود اللذين يعتبران من المكونات الأساسية في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، والتي توجه بالأساس إلى الأسواق الأمريكية وبشكل خاص إلى مجموعة تسلا العملاقة. تعتبر صناعة السيارات في المغرب من القطاعات الأكثر تصديرا، حيث بلغت صادراتها في العام الماضي 11 مليار دولار بفضل إنتاج مصنعي رينو وستيلانتيس البالغة طاقتهما الإنتاجية نحو 700 ألف سيارة سنويا، توجه النسبة الأكبر منها إلى الأسواق الأوروبية. قال شياو دونغ شين نائب رئيس مجموعة BTR نيو ماتيريال في تصريح نقلته وسائل إعلام مغربية من شنغهاي إن الاستثمار الجديد مهم جدا وينتظر أن يخرج إلى الوجود في أقرب وقت، ومن شأنه أن يدعم استراتيجية المجموعة للاندماج في الأسواق العالمية. يراهن المغرب على رفع نسبة المكون المحلي بصناعة السيارات من 69% حاليا إلى 80% بحلول 2030، مع ترقب الإعلان عن علامة محلية للسيارات خلال العام الجار، وفق تصريح سابق لوزير الصناعة والتجارة رياض مزور. المغرب يخطط لمضاعفة إنتاجه إلى 2,000,000 سيارة سنويا في 2030. يتوقع أن تبلغ طاقة المغرب من إنتاج السيارات نحو 1,000,000 سيارة سنويا قريبا، ويتم العمل على تأهيل المنظومة الصناعية للتحول نحو إنتاج السيارات الكهربائية لمواكب التحول التي يشهدها لقطاع على المستوى العالمي. وتنتج مصانع ستيلانتيس في المملكة حاليا السيارتين الكهربائيتين سترون وأوبل روكسي، ويصدر الإنتاج في معظمه إلى الأسواق الأوروبية. فيما تنتج شركة رينو سيارة كهربائية باسم موبلايز دو.